النهاردة يا جماعة هنعمل أحلى حلاوة مولد وبالسكر بس، بطريقة بسيطة جدا وسهلة. هتوفر عليكي فلوس كتير كنتي هتصرفيها بره، وكمان مضمونة من غير أي مواد حافظة ولا ألوان صناعية ولا أي حاجات إحنا مش ضامنينها. يلا بينا نبدأ الفيديو. أهلا بيكم، أنا ملك، ولو أول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، عشان دعمكم هو اللي بيشجعني أكمل وأعمل وصفات أكتر. بصوا بقى، النهاردة هنعمل سودانية بيتي، بس مش أي سودانية، دي هتكون أنضف وأطعم وأوفر. ومش لازم سمسمية بس، لو عايزة تعملي فستقية، فولية، بندقية، أي نوع مكسرات، نفس الفكرة بالظبط. أنا هعمل النهاردة كمية صغيرة عشان نجرب مع بعض، ولو عجبتكم تكملوا بنفس الطريقة وتعملوا كمية أكبر. وأهم تركاية في الوصفة دي السرعة، عشان كده لازم ندهن كل الأدوات اللي هنستخدمها بطبقة زيت سخية جدا. ليه؟ عشان السيروب أو الشربات أول ما يبتدي يمسك بيجمد على طول، فالزيت هيخلي كل حاجة تمشي معانا بسلاسة. وخلي بالك، السكينة لازم تكون قوية عشان هنقطع وهي لسه سخنة. وطبعا المكسرات لازم تكون متحمصة قبلها، وده بيخلي طعمها أحلى بكتير وبيفرق قوي في النتيجة النهائية. يلا بينا نعمل السيرب. في حلة على نار متوسطة عالية هحط تلت كوباية سكر ومعاهم معلقتين كبار مية. هبتدي أقلب السكر بالمعلقة عشان ما يتحرقش، وبعدين أنزل ربع معلقة صغيرة عصير ليمون. هديها تقليبة بسيطة واسيب السيروب يقعد. ده بياخد حوالي 4 دقايق، والمهم أوصل لأول درجة من اللون الذهبي الفاتح. ونعمل اختبار السيروب. هجيب نقطة منه وأحطها في طبق مية، لو ساح يبقى لسه مش جاهز معانا. لازم يعمل معانا كتلة كده أعرف أمسكها بإيدي، وكده يبقى جاهز معانا. في نفس الوقت وأنا شغالة على السيرب، هكون حاطة المكسرات بتاعتي على النار في طاسة تانية عشان تسخن. وأول ما السيرب يتقل هبتدي أنزل المكسرات بالتدريج، وأقلب كويس جدا جدا عشان أتأكد إن كل حبة مكسرات اتغلفت بالسيرب. أوقف إضافة المكسرات أول ما ألاقي السيرب اختفى ومفيش حاجة سايبة في قاع الحلة. المقادير دي بتاخد من كوباية لكوباية وربع مكسرات، على حسب نوع المكسرات اللي معاكي. بعد كده بسرعة هنزل الخليط في الصينية اللي جهزناها، واساوي السطح بالاسباتولا على السمك اللي أنا عايزاه. وأهم حاجة نقطع وهي لسه سخنة، عشان لو بردت هتتكسر ومش هتتقطع معانا كويس. نتركها تبرد تماما وخلصت. وبكده عملنا أحلى سودانية بيتي، نظيفة، طعمها تحفة وسهلة جدا. جربوها وقولولي في التعليقات عجبتكم ولا لأ. وما تنسوش لايك، اشتراك، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وبالهنا والشفا.